الإخراج عملية حيوية زيها زي التنفس بالظبط. واعتقد انه ده برضو ممكن يكون من اكتر الامراض المحرجه اللي الناس هتكون خايفه تتكلم عنها او تروح تكشف. هو المفروض ان احنا بنعمل عمليات في المكان دوت بنحافظ على عضلات الشرج. بما اننا كنا بنتكلم عن النسور الشرجي وحضرتك ذكرت حاجه في النص وقلت ان الناس بتخاف تعالجه وتعمل العمليه بتاعته علشان ما يتعرضوش لسلس البراز، واعتقد ان ده برضو ممكن يكون من اكتر الامراض المحرجه اللي الناس هتكون خايفه تتكلم عنها او تروح تكشف بسببها. ايه هو بقى السلس البراز؟ سلس البراز هو عدم التحكم في الإخراج سواء بقى كان كليا بصورة كاملة أو جزئيا. تمام. أشهر أسبابه هو خضوع المريض لعملية سابقة في منطقة الشرج، وأشهرهم طبعا عملية النسور الشرجي. بيعمل عملية النسور، قطع العضلة الدكتور، فأصبح المريض بيعاني من سلس براز بعد العملية بصورة أو بأخرى. يعني ممكن المريض يبقى لا قدر الله كان عنده ورم في الشرج أو ورم في المستقيم، في أثناء استئصال الورم حصل قطع فسبب سلس براز. ممكن تبقى في المشكلة في الأعصاب المغذية للعضلات دي. تمام. ممكن تبقى المشكلة نفسية. كل العوامل دي ممكن تسبب سلس البراز. اوكي، يعني مش دايما عشان انا عملت عملية نسور شرجي او عملية في المكان ده اصلا اصاب بسلس البراز. هو المفروض ان احنا بنعمل عمليات في المكان دوت بنحافظ على عضلات الشرج. اوكي، ده بالتقنيات الحديثة. طبعا بالتقنيات الحديثة والطرق الجديدة في العمليات. ان احنا نحافظ على عضلات الشرج. عضلات الشرج دي عضلات صغيرة جدا. اي قطع بسيط فيها بيأثر على عملية الاخراج. تمام. فدلوقتي يعني دايما بقولها للمريض بتاع النسور الشرجي ان انا عندي هدفين في علاج النسور الشرجي. رقم 1 ان انا احافظ على عضلات الشرج. رقم 2 ان احنا نضمن ان شاء الله ان المشكله ما ترجعش تاني. دلوقتي عضلات الشرج زي ما قلت لك مهمه جدا جدا. سلس البراز مشكله كبيره، مشكله محرجه. اكيد بتاثر على علاقاته، على نفسيته وعلاقاته. المريض ممكن ما يخرجش من البيت بسبب الموضوع ده. ما يمارسش حياته خالص، يسيب شغله علشان خاطر المشكله دي. ورغم كده بيقعد ما بيجيش يكشف، قاعد مكسوف مش عايز يجي يكشف. ممكن يبقى مكسوف، مش عايز يجي يكشف ومفكر ان الموضوع ملوش علاج. يعني ممكن من خلال قراءته مثلا ان هو لا، ده الموضوع ده ملوش علاج، انا مش هتعالج منه. انا هتطرق لطرق العلاج. بس عايزه اعرف برضو ايه اسبابه غير ان يكون حد عمل عمليه في المكان ده قبل كده. يعني ممكن زي ما قلت لك ان ممكن يبقى مشكله في الاعصاب المغذيه للمكان، ممكن تبقى مشكله نفسيه، ممكن يبقى عيب خلقي المريض مولود بيه اساسا، مشكله في عضلات الشرج. فدي كلها اسباب بتؤدي لموضوع سلس البراز. اوكي. طب سمعت برضو ان الحمل والولاده، التقدم في السن ممكن يكون ده بيؤدي الى سلس البراز. دي عوامل برضو، يعني الولاده، خصوصا الولاده الطبيعي. يعني الولاده الطبيعي لو مريضه ولدت طبيعي اثناء حزق الولاده نفسه ممكن يحصل تهتك بسيط في عضلات الشرج. ممكن القطع اللي بيعملوه علشان يوسع اثناء الولاده ممكن يسبب قطع في عضلات الشرج، وخصوصا ان منطقه العجان اللي هي المنطقه الفاصله ما بين المهبل والشرج في الستات صغيره جدا، فبالتالي اي ضرر في المكان ده ممكن يسبب سلس براز. يعني الست حاسه ان هي متبهدله قوي في كل تفاصيل حياتها يعني. ربنا يعينكم. والله. طيب اسالك على حاجه تانية، علاج سلس البراز بيكون بتدخل جراحي ولا ممكن ان احنا نعالجه بادويه او مثلا طرق لايف ستايل معين؟ لا، انا احدد السبب الاول. يعني لو السبب قطع في عضلات الشرج ممكن اعمل عمليه، والعمليه بتتعمل باكتر من طريقه، سواء ان انا اعمل اصلاح للعضلات دي، خياطه بطريقه معينه بصلح العضلات برجعها لوضعها الطبيعي، او ان انا اعمل عمليه زراعه عضله، بعمل طريقه معينه بزرع عضله حوالين الشرج لو في فقد كبير لعضلات الشرج في المكان دوت. او ان انا ممكن حاجه تقنيه حديثه قوي قوي اللي هي حاجه اسمها سفين كيبر. السفين كيبر ده جهاز بقدر ازرع بيه دعامات حوالين الشرج اللي بيقول عنه الصمام الذكي. الدعامات دي بتعوض العضله فبتحل المشكله. بس طبعا هو مشكلته ان هو في الكوست بس بتاعته، الكوست بتاعته عاليه شويه، لكنه تقنيه هايله جدا وجايب نجاح كبير جدا، او نسب نجاح عاليه جدا في حالات كتير قوي اشتغلناها. طب وده طبعا متوفر عند حضرتك في العياده؟ طبعا. احنا الاول المريض بيجي لنا بناخد منه الهيستوري، بنعرف انه اذا كان عمل عمليات قبل كده في منطقه الشرج ولا لا. بنعمل له فحص بالسونار الشرجي اللي بيبين لنا عضلات الشرج والقطع فيها قد ايه. هل هينفع معاه الإصلاح، ولا هينفع معاه زراعة عضلة، ولا هينفع معاه سفين كيبر، ولا الموضوع بسيط ممكن بجلسات علاج طبيعي
يخف. ده بقى ده مرحله من مراحله ممكن لو هو بعلاج بسيط طبيعي. وما فيهوش لو الموضوع بسيط وما فيهوش قطع كبير في عضلات الشرج او ما فيش قطع خالص في عضلات الشرج، ساعتها بنعمل علاج طبيعي. لو المشكله في الاعصاب بنعالج مشكله الاعصاب. بس طب يعني انا عايزين بقى نوضح للناس ونطمنهم كده انه علاج سلس البراز ان هو حاجه محرجه ومؤلمه جدا في الحياه عموما، الحياه اليوميه. محرجه فعلا، وزي ما قلت لك بتاثر على نفسيه المريض اكتر. لكن ليها علاج. علاجها بقى سهل. ليها علاج يعني ممكن يبقى العلاج يطول شويه في بعض الحالات. يطول يعني قد ايه مثلا؟ على حسب الحاله. يعني في حالات مثلا زي ما قلت لك ان احنا بنضطر ان احنا نعمل له عمليه زراعه عضله، فدي عمليه كبيره شويه. في حالات بيحتاج جلسات علاج طبيعي، ممكن مريض ياخد 4 جلسات ويخف، مريض ياخد 6 جلسات ويخف، ومريض تاني يحتاج جلسات اطول. تمام. لكن الموضوع في الاخر ان شاء الله ليه علاج. اوكي. مفيش حاجه بقى اللي هو طب انا جيت اكشف النهارده، انا عايز النهارده ابقى كويس، مش عايز اتعرض لده تاني. مفيش حاجه في الطب كده ان انا مفيش دواء مثلا حد هياخده في البيت مثلا هيبقى كويس على طول؟ لا، هو الطب مش سحر. يعني الطب هو جايد لاينز بنمشي عليها، وخطوات بنمشيها مع المريض واحده واحده لحد ما بيوصل للشفاء الكامل باذن الله. طب في ناس بتاخد ادويه امساك اللي هي عشان ما يجيلهمش لا العكس بقى، اللي هو عشان ما يدخلوش الحمام. ما يدخلش ده مصيبه دي. يعني ممكن حد بقى يقول ان ده حل مثلا، او ان هو مثلا عنده يوم مهم فقرر يعمل كده النهارده. لا، دي مشكله كبيره، هتسبب كارثه. الاخراج عمليه حيويه زيها زي التنفس بالظبط. ما ينفعش الانسان يستغنى عنها. تمام. اخرت عمليه الاخراج، الستول هينشف جوه القناه الشرجيه والمستقيم، هتيجي تعمل هتحزق، هيحصل مشكله كبيره. فالتاخير ده مشكله كبيره جدا طبعا. يعني احنا ممكن يكون في حاجه بسيطه نقوم حاطين نفسنا في حاجه اكبر. اكيد طبعا. تمام يا دكتور.